مرشدين. ساعات الجد تلاقينا شايلين روحنا في ايدينا، حالفين للي يعدينا. بلدي ولادك امين، بلدي الود ودي، احضن ترابك بجدي واشيلك جوا عيني، اصل انت غالية علي. بلدي الله حمينا، حاطين عينهم علينا، هنعلي ونبني فينا مهما تكون السنين. بلدي أجمل جميلة بعيون سودا وكحيلة، بلدي كريمة وأصيلة. لسه بنتكلم عن جمعية الحفاظ على التراث المصري، ومعانا الأستاذ ميشيل هيكلمنا عن سبل التعاون ما بين الجمعية وما بين أي جمعية تانية أو بره. يعني عايزة أعرف الجمعية بتتواصل إزاي مع العالم الخارجي بقى. الحقيقة احنا ابتدينا يعني انا حابب اقول الاول ان الجمعية ابتدت قوية من الاول، لان الحمد لله احنا لينا نشاط في مع المجلس الاعلى للثقافة، مجلس الاعلى للاثار. الجمعية ابتدت بان هي مش عايز اقول انها رقيبة، لكن هي لانها تضم جماعة كبيرة من المتخصصين في الاثار وفي في الفن المصري القديم. فخدنا على عاتقنا ان احنا اي مخالفة، اي حاجة ليها علاقة بالاثار، اي تعديات على الاثار، اي حاجة عايز تطوير. عملنا مجموعات ولجان من داخلنا احنا عشان نعمل تقارير، شبه تقارير دوريه عن كل الاماكن الاثريه دي. انا حابب اتكلم كمان عن نقطه متعلقه بالدورات الزمالة اللي بتعملها الجمعيه. الحقيقه هنا في الجمعيه بنؤمن تماما بانه التاريخ المصري القديم او التراث المصري اللي احنا بنقول ان احنا نسعى للحفاظ عليه هو حلقه واحده او سلسله واحده مشابكه حلقات مع بعض. عشان كده من الانشطه الجميله قوي اللي بنعملها في الجمعيه حاجه اسمها دورات الزمالة. الدورات دي ابتدت من حوالي 8 شهور، ابتدت بدورات الفن المصري القديم او الحضاره المصريه القديمه، ثم الحضاره القبطيه، ثم الحضاره الاسلاميه. مش عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني كم الاكتشافات اللي احنا بنكتشفها ان التراث بتاعنا ممتد بشكل غريب جدا من 7000 سنه. بنلاقي حاجات ايتمز وعناصر مشتركه ما بين الثلاث حلقات او ثلاث مراحل للتاريخ المصري ده. يعني حد يكون مثلا دارس تاريخ مصر القديم ويحضر معانا دوره الزماله الاسلاميه، يلاقي حاجات عناصر غريبه التشابه بين ده وبين ده، وهكذا الحضاره القبطيه. كلها مكملة لبعض، يعني هي مراحل مرت بيها مصر لكن كلها بتسلم بعض لمرحلة بعد كده. تمام، بشكل عجيب حضرتك فعلا. يعني احنا لقينا فعلا التراث المصري فعلا حلقه متشابكه بشكل يعني مش هيعرفها غير الواحد دارس فعلا واستطاع ان هو يعدي على مراحل التاريخ المصري والتراث المصري بشكل دراسي بحت. هيلاقي فعلا تشابه عجيب جدا. يعني ازاي البلد الطيبه دي ازاي قدرت ان هي تعمل تمصير لكل الافكار، كل العقائد، كل الموتيفات الثقافيه، بحيث ان هي تتغير بس شكلها او الفيس او الماسك بتاعها من مصر قديم لقبطي الاسلامي، لكن بنفس الجوهر بتاعها. عايزة أعرف دور الشباب جوه الجمعية، إيه المهام اللي بتوكل للشباب؟ يعني زي ما قلت لحضرتك، هو طبعا بيعتبر الشباب هو الاقدر قدره على الحركه والتواصل مع الهيئات الثقافيه، مع الجهات الرسميه. الشباب هو الموكل اكتر بالتحرك. يعني احنا بنلف زي ما قلت لحضرتك، بنعدي على مواقع اثريه كتير، بنعمل تقارير، بنعمل توصيات، بنعمل تقرير لاي تعديات او اي حاجه تتعلق بالتراث المصري القديم عامه في الاثار. دي كلها أعمال تطوعية، يعني ما فيش جهة بتقول لكم المفروض تعملوا كده، انتوا مع نفسكم؟ لا خالص. والحمد لله من حسن حظنا كمان، من حسن حظ الجمعيه، ان اغلب الشباب حتى لو هي مراحل سنيه صغيره بس اغلبهم الشباب متخصص وواعد في المجال ده جدا. يعني عندنا عدد كبير من الشباب الصف الجامعه، شباب شغالين في مواقع خاصه بوزاره الاثار، بالمجلس الاعلى للثقافه، اماكن ثقافيه في الغالب. فده بيديهم برضو كواليفيكيشن اكتر وتاهيل اكتر ان هم يقدروا يتعاملوا مع الاثر بشكل افضل. أحلامك إيه للمستقبل في المجال العمل التطوعي اللي انتوا بتقوموا بيه الخاص بالآثار؟ يعني حقيقي فعلا بحلم انه يعني كل شاب سواء جوه الجمعيه او بره الجمعيه يكون عنده احساس اكتر بالبلد، احساس بالتراث ده وقيمته واهميته، ويكون عنده انتماء اكتر للتراث ده، يكون عنده حب اكتر ان هو يحافظ عليه وينميه. بتمنى كده فعلا. وحلمك الشخصي لنفسك؟ حابب اتعمق اكتر في دراسه التراث ده. انا فعلا بعمل الحمد لله يعني دراسات عليا في مجال الاثار. انا جاي من خلفيه تانية خالص، انا صيدلي اساسا، بس بعمل الحمد لله دراسات في الاثار وفي الارشاد السياحي، وحابب ان اكمل في المجال ده ان شاء الله.
ان شاء الله. ان شاء الله حلم ميشيل يتحقق، ومش شرط تكون متخصص في الاثار عشان تعرف اثار بلدك. اهو معانا مثل صيدلي لكن هوايته حب الاثار، هو ده اللي بيخلينا لازم كلنا نعرف اثار بلدنا ايا كانت المجالات اللي بنشتغل فيها. مصر اللي بتضمنا نبض الحياة دمنا، نوهب عشانها حياتنا لو كنا بنحبها. لو كنا بنحبها طلبت عمال قلوب، مش عايزة من شعبها غنوة هوا ووعود. عايزة الإيدين تعلي وإيدين لفوق تصلي، وعيون صحية تخلي بالها من أرضها. مصر اللي بتضمنا نبض الحياة دمنا، نوهب عشانها حياتنا لو كنا بنحبها. لسه بنتكلم عن هدف جمعية الحفاظ على التراث المصري. معانا الدكتورة إيفيلين جورج. دكتورة إيفيلين، عايزة حضرتك تقولي لي الهدف من الجمعية وإزاي ممكن نحافظ على تراثنا المصري. هي الجمعية بتهتم بأنشطة كتير ليها، يعني مجالات كتير. بتهتم بالفنون من خلال المعارض الفنية، وكمان من خلال كمان نشر الثقافة المصرية من تاريخ وآثار وفنون. للأطفال الصغيرة عملت ورشة ليهم، علمتهم ازاي يعملوا ماسكات، واتعمل معرض واتعرضت الأعمال بتاعتهم. وكمان الأطفال كانوا في قبل ما يخشوا الجمعية أو يعني يخش يعني قبل ما يمارسوا النشاط فعلا بإيديهم ويتفاعلوا، وقبل كمان اي حاجة ما كانوش عندهم معلومات. يعني كنا الطفل نسأله مثلا سؤال بسيط جدا، انت تعرف الاوبرا فين، تعرف المكان في، ما كانش يعرف. بعد ما اتعملت كورسات ليهم وورش عمل، الاطفال دلوقتي بقوا بيشرحوا وعارفين كل حاجة، والثقافة بتاعتهم بقت عالية. طيب انتوا هدفكم ايه من انكم بتبدأوا بالجيل الصغير اللي لسه اطفال عشان تعرفوهم الحاجات دي؟ وطبعا ده احنا يعني فعلا احنا كده مادام بنهتم بالطفل يعني بنهتم بالمستقبل بتاعنا. يعني انا صعب ان الواحد يغير انسان كبير، يعني الكبير بردك بيبقى ليه افكاره، لكن الطفل الصغير بيبقى عجينة عجينة صغيرة وبيتعلم بسرعة، عنده قدرة على الحفظ والاستيعاب. جواه مواهب جامدة. يعني الطفل الصغير فنان رائع، مثقف رائع. فعشان كده احنا بنهتم بالطفل، وبنتمنى احنا كمان هنعمل دورات في المدارس عشان نعرفه بالآثار بتاعتنا، بالتاريخ بتاعنا، عشان ده مهم جدا. ويا ريت انا بتمنى يعني التربية والتعليم بردك يبقى يحصل فيها نوع من التطور اكتر للثقافة. كل اعضاء الجمعية من الشباب ولا في كبار وفي تواصل بين الاجيال؟ اعضاء الجمعية عددهم كبير جدا. من كبار في السن في ناس في 90 و80، وفي قمة النشاط والشباب. يعني احنا موضوع السن ده انا مش عايزة اقوله، فعلا بيروحوا معانا اماكن اثرية صعبة جدا ما حدش يقدر يتحرك هنا او هنا، لكن هم تلاقيهم فيهم نشاط، فيهم حيوية. وعندنا السن الصغير في شباب، في ناس في الجامعة، وفي ناس خلصوا لسه مخلصين الجامعة، وكل نشيط. يعني موضوع السن ده انا ما يعني مش عايزة احطه، لان الانسان مش بالعمر، الانسان بالانجاز بتاعه، بعمله، بنشاطه في الحياة. وكمان من ضمن الحاجات الحلوة جدا، يعني انا عايزة اكد عليها، ان الجمعية بتجمع بين مسيحيين ومسلمين،
عمرنا في حياتنا ما حسينا بالجزئية دي خالص بأمانة. ولا يعني لما نكون مثلا في أثر قبطي الاقي المسلمين بيهتموا بيه، لا ده لازم يتعمل، نهتم بالناحية الفلانية. واحنا بنفس الحكاية، احنا بنحس ان احنا مصريين هدفنا واحد، واهم حاجة عندنا مصر بصراحة، يا ريت تبقى كويسة. كلنا هدفنا واحد وكلنا يهمنا مصر، مش مهم اللي موجود اثر قبطي ولا اثر اسلامي ولا اثر فرعوني، المهم ان احنا نهتم بيه ونحافظ عليه. شفنا حلقة مختلفة من خلال جمعية كل هدفها انها تحافظ على تراثنا المصري، مش مهم يكون قبطي او اسلامي، زي ما احنا عايشين دايما جنب بعض، المهم ان احنا نحافظ على اثارنا وعلى تراثنا. واستنونا بكرة وحلقة جديدة، واحلموا دايما معانا.